روايح رمضان خليها معانا طول السنة، وداخل العيد الكبير كل سنة وانتم طيبين. حاجات حلوة كده من بواقي رمضان. آه، قمر الدين على فراولة على لبن. زي ما بيقولوا كده تشكيلة. تعالوا نعمل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنشكل من المجموعة اللي معانا ديت أحلى حلويات تتقدم ترطب على قلبنا في الحر اللي احنا فيه ده. معايا فراولة، ومعايا قمر الدين، ومعانا باكو جيلي، معايا سكر، معايا نشا، معايا لبن، معايا فانيليا، معايا مية عشان هحتاج مية. نبدأ كده بالصلاة على النبي ونشوف هنعمل ايه. أول خطوة هنعملها هنبدأ نعمل حلويات بلبن. معايا كوبايتين لبن، هنضيف عليهم آه، معلقتين كبار نشا. كل معلقة يتحط لها معلقة نشا، ونضيف لهم برضو السكر تبع ما انتي بتحبي تسكري حلوياتك. انا حطيت معلقتين نشا، والسكر معلقتين 3 سكر زي ما انا عايزة. وبعد كده هقلبهم على البارد، ونروح بهم على البوتاجاز نعمل الحلويات بتاعتنا. ايديكي فيها تلف على طول معاكي، ما تسيبيهاش عشان ما تكتلش منك. في الاخر نضيف لها شوية فانيليا، ونطفي البوتاجاز، ونروح نعبي القوالب بتاعتنا او الكوبايات بتاعتنا زي ما انت هتعملي. آه، عايزة بقى تعمليها في الكوباية بالورب، هتميلي الكوباية وتحطيها في التلاجة في الفريزر مميلة، تديكي التشكيلة اللي بالورب اللي انت شفتيها في الأول دي. نروح بعد كده على حلويات الفراولة. أنا عندي الفراولة هرستها في الخلاط، وجيت ضفت على كوبايتين فراولة نص كوباية مية، وباكو نشا، باكو جيلي فراولة، والسكر تبع الاحتياج برضو. ورحت جاية مقلباه على بعضه على البوتاجاز، وقبل ما يغلي كنت جايبة ربع كوباية مية، وفيها معلقتين صغيرين نشا أو ما يعادل معلقة كبيرة، علشان كوباية المية اللي أنا حطيتها. حتى 3/4 كوباية مية، وحطيت ربع كوباية مع النشا، ونقلبهم. وأول ما يلفوا معانا نروح منزلينهم زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ نجيب كوباياتنا من الفريزر أو من التلاجة بعد ما بردت شوية، على ما احنا عملنا الفراولة. فراولة يا جماعة نكهتها جميلة جدا. الفراولة اعملوا الفاكهة، ما تشتروش ألوان. بعد ما بتغلي معانا هيت، هنبدأ نجيبها ونصبها على الكوبايات اللي فيها. الكوباية معمول اللي فوق ده يا جماعة آه، تلج من الفريزر عامل بخار. آه، حطينا برضو الجيلي، وعملته برضو بالورب زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما يهدى شوية بدخله الفريزر على ما نعمل حلويات النوع الثالث. ما تنسوش الشير واللايك يا جماعة لو وصلتوا معايا لهنا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أول يوم في صيامنا النهاردة. أنا معايا قمر الدين بليته حوالي 3 ساعات علشان ما ياخدش معايا وقت. رحت جاية حاطة على البوتاجاز، عملت 4 كوبايات مية للفة قمر الدين، بليتهم فيها. ورحت جاية عاملة 5 معالق نشا زي ما انتم شايفين كده في نص كوباية مية. وجيت حطيت برضو السكر بتاعي بالكمية اللي أنا عايزاها. وبعد وقلبت، شوفوا القمر الدين داب خالص لأن أنا عاملاه بليته من بدري. رحت جايه منزله عليه النشا، وايديكي فيه تقلب برضو لغايه ما يديكي اللون الشفاف الجميل كده، تعرفي ان هو لف. طول ما هو ابيض كده يبقى لسه ملفش. شوفوا لما بدأ يلف يا جماعه بيديكي اللون الشفاف الجميل بتاع قمر الدين. حلويات قمر الدين كل سنه وانتم طيبين. طبعا قمر الدين والفراوله انا ما حطيتش لهم فانيليا، مش محتاجين فانيليا للبن بس. رحت جاية بعد ما لف في ايدي زي ما انتم شايفين كده، رحت جاية منزلة الكوبايات من التلاجة، وضفت عليها
النوع التالت علشان تدينا الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه. وبعد ما تبرد كده شوية برضو في التلاجة، اعملي بقى وشكلي لولادك حاجات كده ترتب على قلبهم في الحر اللي احنا فيه ده. ولينا احنا كمان بعد الصيام طبعا بنحب واحنا قاعدين كده بعد المغرب ناكل حاجة ساقعة من التلاجة. شوفوا الحلويات انا عملتها بالورد زي ما قلت لكم، وحطيتها في الفريزر بطريقة مميلة شوية اهيت. بعد كده انا عندي كريم شانتيه، شكلت بيه شوية، وشكلت شوية قمر الدين سادة بجوزة الهند، او انت اعملها مكسرات زي ما انت عايزة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش الشير واللايك، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.